السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مزارع البيع في مصر. احنا هنا في وادي النطرون بنصور 15 فدان كلامنتينا أو سفندي عريشي. 15 فدان، محول كهرباء مشترك، بير مية مشترك، كله على 30 فدان. الجار زارع مشمش سفندي، وهنا 15 فدان سفندي كلامنتينا، منهم 5 فدادين عمر سنة زي ما حضراتكم شايفين. طبعا كان المصادر ديت زرعة فول، محاصيل يعني. بعد الفول بيزرعوا سمسم او ذرة في موقع محترم، 1.5 كيلو من الاسفلت بالظبط. ده عمر سنة 5 فدادين، ومعانا 10 فدادين عمر 3 سنين مثمر. وده طبعا سنة زي ما قلنا لحضراتكم، ارض ملك نهائي، معلش حاجة للدولة. موقع محترم في مكان مشهور في وادي النطرون. 15 فدان تربة حمراء تزرع جميع المحاصيل. طبعا جنبنا المشمش والعنب والخوخ. جماعة طبعا المهاجرين جيراننا زراعين بطيخ وكنتالوب. موقع ممتاز جدا، قريب من الاسفلت 1.5 كيلو. ارض ملك نهائي. فيهم طبعا زي ما قلنا لحضراتكم ال5 دولت عمر سنة، وال10 ماشيين عليه مصوروهم اهو. ده عمر 3 سنين سفندي مثمر. وهنا ارض تربة بسم الله ما شاء الله فوق الممتاز. طبعا هو لسه مخلص الفول. دي جودة الارض، تربة حمراء. مية هنا حلوة. ده السماير ونمو الشجرة. قطعة أرض نظيفة ومحترمة جدا. سعر الفدان 450,000، ملك نهائي. دول طبعا 10 فدادين المثمرين عمر 3 سنين. ده المحاصيل، خط بامية بعد الفول. طبعا الشجر لسه ما قفلش، بيزرعوا تحت محاصيل البامية والسمسم والذرة. حبيت تعمل اي مشروع منتج حيواني او دواجن او ثلاجات الخضار، الارض مش بعيدة على اسفلت. موقع محترم جدا، قريبة من مدينة وادي النطرون. شجرة عافية لسه صغيرة. ده عمر 3 سنين. زي ما قلنا لحضراتكم أرض ملك نهائي، معلقاش حاجة للدولة، وأكيد لها حيازة زراعية.
15 فدان قطعة واحدة، أرض مصلحة، تربة جيدة، سعر كويس، قريبة من الأسفلت، ملك نهائي، مية وكهرباء. المشتركة ديت لنا عداد فرز بيعد آخر الشهر اللي 15 فدان. ما شاء الله خرطوم واحد على الشجرة، المية بس عاملة ايه. ودي الطريق بتاعتنا اللي بتطلع برا.